بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة علي السمك. اليوم سنتطرق إلى كيفية إنشاء مدونة على بلوجر للمبتدئين. كل ما عليك هو الآن وقبل التوجه إلى الشرح الضغط على زر السبسكرايب إذا كان المحتوى بالإنجليزية أو بالعربية. الاشتراك نكتب في محرك البحث www.blogger.com وننتظر قليلا. هكذا تم التحميل من بلوجر. إذا كنت قد أنشأت مدونة من قبل فستظهر معك هذه النافذة، وإذا لم تنشئ مدونة من قبل فستظهر معك النافذة في الأسفل إنشاء مدونة. تضغط عليها ثم تظهر لك هذه النافذة. اسم النموذج هو يعني اسم المدونة. قم بكتابة أي شيء، والعنوان هو الذي يبحث عنه الأصدقاء، مثل www.facebook.com. هكذا نصيحة: الاختصار في الرابط واختصار في جمل مفتاحية. ثم بعد ذلك بعد كتابة الاسم نضغط على الاقتراح. بعد كده ثم بعد كده هذا القالب تختار ما يناسب مجالك. بعد كده نضغط إنشاء مدونة جديدة. إنشاء المدونة عفوا. ننتظر قليلا، ستظهر لنا هذه النافذة، وبهذا الشكل قد نكون أنشأنا مدونة على بلوجر. تابعونا في الحلقات القادمة، وهي كيفية نشر مقال أو مشاركة جديدة.